وحشتوني جدا جدا مع فيديو جديد، اخبار جديدة وحصرية مهمة جدا جدا. مش تنسوا دعموني بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناة. تحديثات تشعل السوشيال ميديا، ظهور اثباتات جديدة، تعليق باريش بكتاج، عودة يامور يكسل، تحديثات نارية. وحشتوني جدا جدا ورجعت لكم مع فيديو جديد كالعادة، وربنا ما يقطع لنا عادة يا رب، مع تحديثات الجميلة يامور يكسل. ونزلت تحديث جديد ان هي عادت الى اسطنبول، يعني تقريبا خلاص رجعت على اسطنبول. نتمنى لها تكون اجازة سعيدة يا رب. بنتنا في طريقها الى اسطنبول جميلة جدا جدا، وبعتلنا قبلات كتيرة قوي. في ناس مش قدرت تستحمل اللي بيحصل ده، مش قدرت اللي هي تشوف جمال يامور يكسل وتقعد ساكتة. لازم تحاول ان هي تثير الجدل كالعادة كالعادة. الناس طبعها كده، اسلوبهم كده يا بنات، وحياتهم كده. اذا ما صاروش الجدل يبقى ناقصهم حاجة ولا فيهم حاجة مختلفة. المهم ما شاء الله بنتنا ماشية بثبات ومركزة على نفسها وعلى شغلها على حياتها. بجد نيوهاتها النهاردة جميلة جدا. بنت يوكسل جننت مواقع التواصل الاجتماعي كلها، موقع بحبهم وكلامها الجميل وبسيط وحلاوتها وتناسقها، وما شاء الله لبسها. وحبيت كل حاجة فيها بدون ترهلات ولا زوائد ولا شواحم ولا حاجة، جدا جدا تحسوها لسه بسكوتة صغنونة خالص اتكل اكل. ربنا يحفظها لوالدتها يا رب ويفرحها بيها بإذن الله. المهم ده نزلت التحديثات ليامور يكسل. التحديثات دي أشعلت غيرة بعض الناس، بل قومت الحرب يا بنات. مش بس أشعلت النيران، لأ قومت الحرب. ايه اللي حصل؟ هقول لكم ايه اللي حصل. طبعا بعد ما يامور يكسل نزلت كل الحاجات دي، آه وعلى فكرة مقابلة يامور راح تنزل يوم الخميس، يعني هنشوفها يوم الخميس بإذن الله وليس اليوم. المهم بعد ما يامور حدثت ونزلت كل التحديثات الجميلة بتاعتها اللي بتجنن، اللي خطفت قلوبنا كلها، نزلت تحديثات مثيرة للجدل. تحديثات دي من حساب آخر. الحساب الآخر كالعادة لما بشوف يامور يكسل متواجدة لازم يصير الجدل. تعالنا بقى نشوف الغيرة. هبتديكوا الأول بكوكب أو انتصار، أو اللي كانت طبعا بتحب تثير الجدل. انتصار اللي ما كانتش عمرها عملت لايك ليامور يكسل وحاولت تعمل مشاكل لحد الآن ليامور يكسل ومستمرة. راحت عملت سيرة اللي هي مع باريش بكتاج في المسلسل. مفيش صورة بتنزلها إلا ما تعمل لها لايك عليها. شفتوا الحب؟ عشان تثبت للفانز حاجة معينة، عشان تثبت اللي هي كويسة. وانا بعمل اهو لشريكة باريش بكتاج لايك اهو، مش غيرانة. يعني المشكلة عندكم في بطلتكم او يامور او كده، هي اللي كانت بتعمل فتنة وتحاول تعمل مشاكل. شفت انتصار وطريقتها المخيفة جدا جدا جدا. مش بس كده سكتنا على كده، لا طبعا لازم تكمل سيرة الجدل. اول حاجة باريش بكتاج نزل على حسابه على تويتر بيقول عيد سعيد لأمهاتنا، مالينا طبعا الأكثر أمانا في هذا العالم. ونزل تحديث برضو بمناسبة عيد الأم على حسابه الشخصي على انستجرام بمناسبة عيد الأم. المهم او حاول يعني اللي هو يظهر بعد اختفاء، كان مختفي عن الساحة تماما. وانا قلتلكوا الصبح، قلتلكوا يا جماعة بدل يامور يكسل ظهرت على الساحة اكيد في شخص معين لازم يظهر. مش لاحظتوا اللي يامور يكسل لما بتظهر لازم يظهر باريش بكتاج، لازم يظهر اسيم وينزل صورة لباريش بكتاج عشان يربطوهم الاسمين ببعض. انا مش اكتر من مرة اقول لكم الحتة دي وانتوا مش كنتوا بتصدقوني. فعلا اللي احنا بنشوفه بقوله لكم بيحصل قدامك اهو. المهم نستكفى بكده طبعا، وحدث ان هو عند الحلاق او بيحلق، او المهم يعني الحلاق عنده بيظبط شعره. من ضمن الاخبار التانية
اللي جلوم أو انتصار هانم زوجة باريش بكتاج. الوردة بتاعته الحب القوي، الحب الانتصاري، المعجزة اللي عملها باريش بكتاج في حياته، مش المسلسل ظهور الدم تماما، لا دي جلوم يا جماعة. اللي مفيش أصلا مقابلة بتحدث إلا ما يتكلم عن معجزته وحبه وانتصاره إن خد جلوم بكتاج. يلا ربنا يهني سعيد بسعيدة ويبعدهم عن يامور يكسر، ويبعد يامور يكسر عنهم ويحفظها من كل شر. ما علينا. شايفين الورد اللي أمامكم الآن؟ طبعا باريش بكتاج جابوا لوردته بمناسبة عيد الأم، فطبعا زوجته الكريمة نزلتها ستوري على حسابها الشخصي على انستجرام، وكاتباله بتقوله ايه: لنفترض ان هذا هو اول تعاون بين ابني وزوجي. يا سيدي يا سيدي يا عيني، مش بقول لكم ان دي اصلا بتحب تثير الجدل، يعني بتدور على اثارة الجدل عشان تعملها وبس، بتحب تجاكر في الفانز او تضايق فيهم بس، دي شغلتها. والله صدقوني مستحيل تكون سعيدة في حياتها. اللي بصوا، اللي بيدور اللي انا احاول اثبت حبي للشخص او هو بيحاول يثبت، مستحيل يكونوا سعداء في الحقيقة. الواحد العفوي زي يامور، انا بحبيت يامور وبحبها وانتوا عارفين كده كويس، عشان عفوية بتتكلم بطبيعتها، ما بحبش اتصنع. كفاية يا جماعة كفاية. المهم ما علينا. رد باريش بكتاج عليها وردته قال لها: عيد ام سعيد لأول مرة يا امي يا حبيبتي، ربنا يخلي لك امك يا رب ويبارك لك فيها ويحفظها لك طبعا. واما بقى الناس بقى، كل واحد بقى اللي بيحب بيقول: شفتوا الحنية، شفتوا الرجل المحترم والزوج الصالح اللي يأتي عليهم النهار عيد الأم في تركيا إلا ما يجلب إلى صديقته وحبيبته ووالدته جلوم هدية. طبعا ربنا يسعدهم، ده من ضمن التحديثات. ولكن عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا جدا، وفكروا في كلامي كله كويس قوي، وقولولي في التعليقات. انا ممكن طبعا البعض بيهاجمني في التعليقات يقولي ممكن تكوني ظلماه يا عبير وكلام من ده. ماشي يا جماعة، اعتبريني انا ظلماه، يعني كل الناس دي ظلماه؟ يامور هتظلم حد؟ كمان عايزة اقول لكم، بصوا على بصوا على طبعا وردة البنت الجميلة جدا متابعاها على صفحتها على تويتر، كانت اكبر الداعمين لباريش بكتاج ويامور يوكسين. اللي خلاها كانت بتبعت لهم هدايا باهظة. ايه اللي خلاها تنسحب من دعم باريش بكتاج وتدعم يامور يوكسين؟ فكروا في كلامي ومستنية تعليقاتكم، وان شاء الله باذن الله هرد عليها كلها. سامحوني على التقصير مني، مش تنسوا تدعموني بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناه.